النهارده بعمل لكم عدس بطريقه جميله وسهله جدا، بطريقه مختلفه زي ما انتوا شايفينه كده، شكله يفتح النفس. عملت العدس وقدمت معاه عيش محمر وبطاطس وجرجير وسلطه. يا رب بقى لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. انا اسمي اماني من قناه اسراء واماني، ما تنسوش تعملوا لي لايك. وزي ما انتوا شايفين كده العدس يفتح النفس. ويلا بينا بقى اقول لكم على العدس عملته ازاي باسهل طريقه. حطيت العدس كده، غسلته وصفيته، حطيت عليه جزرتين كبار ونزلت عليه بطماطمتين كبار برضو، ومعاهم فصين توم زي ما انتوا شايفين كده، ومعاهم بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين. برضو نزلت ده كله كده على بعضه، ومعايا التوابل بقى كمون وكزبره وشطه او بابريكا ومرق الدجاج، طبعا بتعادل الطعم وبتخليه جميل. نزلت بكل ده كده على بعضه في الحله. زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل بقى عليه بالميه. طبعا رفعت الحله على النار ونزلت كده بالميه زي ما انتوا شايفين، وهسيبه بقى لحد ما يغلي كده على النار ويستوي كويس. لازم تسيبيه لما يستوي كويس عشان لما تضربيه في الخلاط ما يبقاش فيه كتل ولا اي حاجه، يبقى كده ايه، مستوي كويس. طبعا زي ما انتوا شايفين كده استوى مني، وسبته لما برد خالص. بعد كده هحطه في الخلاط واضربه كويس جدا. دلوقتي بقى بعد ما ضربته في الخلاط كويس، حطيت كده الحلة على النار ونزلت بمعلقة زبدة، وهنزل عليها بقى كده ببصلاية كبيرة متقطعة كده صغير. طبعا هتني اقلب فيها كده لحد ما تاخد لون. بعد ما خدت لون بقى كده زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها كده بطماطمية مكعبات صغيرة. كل ده كده مع بعضه واقلبها لحد ما تتشوح كده وتتسبك مع بعض البصل والطماطم. طبعا بنزل عليها كمان بعد ما اتسبكت كده بايه، بكزبرة، معلقتين كزبرة كده خضرة طبعا زي ما انتوا شايفين. نزلت طبعا بمعلقة كمون ومعلقة فلفل. طبعا لحد ما السبكت خالص زي ما انتوا شايفين كده، هنزل عليها بقى بالعدس. طبعا الخطوة دي جميلة جدا وبتخلي العدس طعمه تحفة. نزلت كده بالعدس اللي لونه جميل زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يغلي. بعد ما تعملي الخطوة دي تسيبيه بقى ياخد غلوة كده على النار الاول، بعد كده تطفي عليه. بعد كده قدمته معاكم زي ما انتوا شايفين كده بقى العدس كده، حطيته في بولة كبيرة وحطيت معاه عيش محمر وبطاطس وجرجير وطبق سلطة كده اخضر. ويا سلام بقى لو كمان لو بدنجان مخلل، بدنجانية كده جنبه تبقى ايه تحفة.